بما اننا خلاص دخلنا في رمضان والايام بتجري، العين دلوقتي كلها على عمرة النص التاني والعشرة الاواخر لعام 2026. شركات السياحة نزلت البرامج والاسعار بدأت تزيد بسبب الاقبال الكبير. لو ميزانيتك على القد، البرامج الاقتصادية بتبدأ من 48 الف جنيه لمدة اسبوعين، ولو عايز تقعد باقي الشهر كله هتدفع حوالي 65 الف جنيه. اما بقى لو بتدور على الرفاهية والفنادق اللي على الحرم مباشرة، البرامج الفاخرة بتبدأ من 70 الف جنيه وبتوصل ل 90 ألف جنيه في الأيام الأخيرة. الجديد والسهل السنة دي هو منصة ناسك، تقدر تحجز منها كل حاجة إلكترونيا وأنت قاعد في البيت، من أول التأشيرة لحد التأمين الصحي. بس خلي بالك من الشروط، إن باسبورك لازم يكون ساري 6 شهور، وتكون واخد تطعيمك انفلونزا وسحايا. ونصيحة في الآخر، قارن بين الشركات كويس وتأكد من وسيلة النقل الداخلي علشان خاطر ما تتعبش هناك، وربنا يكتبها لكل مشتاق.